لميس الحديدي هتتجوز تاني. ايه حقيقة كل الكلام اللي بيتقال ده؟ خلينا بس في البداية نفكركم ان لميس الحديدي انفصلت عن عمرو أديب من شهور، وده بعد ارتباطه بسيدة الأعمال دينا طلعت. لميس أول ما عرفت بالعلاقة دي قررت الطلاق فورا ورفضت أي مناقشات أو حلول. بس المفاجأة بقى إنها قدرت تتخطى أزمة الطلاق بعد شهر واحد ورجعت لشغلها عادي. مش بس كده، ده مفيش مناسبة بتفوتها. لميس متواجدة في كل أفراح أصحابها، وكمان حريصة على التواجد بأي عزاء لقرايب أصحابها. وظهرت في بودكاست وقالت إن أهم حاجة للست استقلالها المادي ويبقى معاها فلوس. بس إيه حكاية جوازها مرة تانية؟ وليه الكلام ده اتقال دلوقتي؟ الحكاية بدأت بمنشور غريب ومفاجئ للإعلامي محمود سعد، قال فيه اعتراف صريح مني: لميس أنا بحبك من زمان وبقدرك على كل المستويات. وكمان كمل كلامه وقال: وبينا عشرة جميلة، ولما بيجي الكلام الحلو ده منك بيبسطني ويسعدني جدا جدا. ربنا يديم المحبة القديمة والجديدة واللي بتتجدد كل يوم، وانا وانتي ولا حد تالتنا. طبعا كلام محمود سعد قلب الدنيا، والناس سألت هو ايه الحكاية، خصوصا وان عمر ما الرسائل دي كانت بينهم خلال فترة جوازها من عمرو أديب. لكن مصادر بتأكد ان لميس ومحمود سعد اصحاب واخوات، وكل اللي بينهم مودة ودعم، خصوصا وانهم بيشتغلوا في المجال ده من اكتر من 30 سنة. بس تفتكروا بقى لميس ممكن تتجوز تاني فعلا؟ شاركونا بالتعليقات.